رضوى الشربيني بترفع قضية على بلوجر مشهور. تعال اقول لك ايه اللي حصل. البلوجر المشهور ده بيقدم زي برنامج كده على السوشيال ميديا اسمه خليك راجل. طبعا طلع في حلقة بيقول يعني او بيتكلم عن رضوى الشربيني وبيشبهها ان هي بالكلبة بتاعته واسمها دنجولة. طبعا رضوى الشربيني رفعت عليه قضية اتهمته بالسب والقذف والإهانة والتشهير. طبعا وقالت ان هو بيعمل كده عشان الريتش. كمان رضوى الشربيني قالت ان هو كده بيعتدي على حرمة الحياة الخاصة بيها. رفعت قضية وفي انتظار الرد هنشوف ايه الحكم اللي هياخده الراجل ده. طبعا انا شخصيا ضد اي تنمر مهما كان. اتفقت مع رضوى الشربيني او اختلفت معاها، ما ينفعش ان احنا نطلع ونتنمر على الناس وفعلا ننتهك الخصوصية وننتهك الخصوصية بتاعتها ونقول كلام مش حلو ونشبهها بكلبة. كل ده طبعا مرفوض يعني قولا واحدا. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات شايفين الموضوع ازاي. هل رضوى الشربيني كانت تكبر دماغها وما ترفعش قضية ولا اي حاجة وهي حد معروف طبيعي ان ناس كتير برضو تتكلم عليها، ولا لا حقها ان هي ترفع قضية وتاخد حقها عشان التنمر دوت يقف عليها؟ قولوا لي في كومنتات شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم.